يا مساء الفل عليكم. عاملة معاكم النهاردة شرايح ستيك مشوية بصوص يجنن، مقدماه كده مع رز بشعرية. ويلا بينا نشوف عملنا ايه. معايا هنا نص كيلو من شرايح اللحم الستيك او الانتركوت. حطيت عليها مية بصل، ملح وفلفل، سنة بهارات. بس هي دي التوابل، حاجة بسيطة جدا وسهلة وبتدي طعم حلو للحم. هاجي هنا في جريلا سخنة جدا، هنزل عليها بربع معلقة زبدة وزيها زيت، وهنزل بقى بشرايح اللحم. نسيب اللحمة في التتبيلة بتاعة البصل والملح والفلفل وسنة البهارات يعني ساعة كده. خلاص هشوح بقى اللحمة من كل الجهات. طبعا دي ما بتاخدش معايا سوا خالص 12 دقيقة وبتكون جاهزة معايا. هقلبها بقى كده على الوش التاني. هنا هحط بقى ورقتين من اللورة، وممكن عود قرفة، حبهان قرنفل. انا حطيت هنا فص ثوم صحيح، نص بصلايه متقطعه برضو صحيحه زي ما هي. وهبدأ برضو هفضل بقى اقلب في اللحمه كده يمين وشمال لحد ما تستوي معايا. هاجي بقى هنا اللي هيديها طعم مسكر وحلو جدا ويخلي لونها يغير كده، دبس الرمان. هنزل بمعلقتين من دبس الرمان بيخلي طعمها تحفه. وهقلب برضو وهشيلها لحد ما توصل معايا للون اللي انتوا هتشوفوه ده. اهو شايفين كده خلاص اللحمة معايا خلصت. هشيلها بقى في طبق جانبي، وفي قلب الطاسة وقلب البهاريز الحلوة بتاعة اللحمة دي هزود ربع معلقة زبدة تاني، وهنزل بمعلقتين دقيق. ده الصوص اللي هيطلع بقى ونرشه على وش اللحمة. خلاص بعد معلقتين دقيق كده هنزل بربع كوباية مية سخنة، تلملي بقى كل حاجة في الطاسة بتاعتي، ويبقى كده الصوص جاهز معانا. هنرشه بقى على وش اللحمة كده، وبيدي طعم خطير جدا. اهو شايفين ما شلتش البصل ولا شلت فص الثوم المفروم لما اتهرس، بقى طعمه خيالي. قدميها بقى مع رز بشعرية او رز ابيض او مكرونة، وجربوا الوصفة دي وان شاء الله تعجبكم. لايك وشير للفيديو.